هنقول تاني بالراحة علشان الكلام يبقى ايه، يبقى ابسط واسهل. يعني ما عملنا فيديو التفاوض وقلنا ازاي بنبدأ التفاوض، يعني حوالي 15-20% من الناس ما فهمتش القصة، وبدأت ناس اللي تقول لك ايه، لا يا عم ده ما بيحصلش عملي، ويا عم بطل كلام انجليزي وكلام كبير كده. طبعا انا مش هوجه كلامي دلوقتي لل 80% من الناس اللي فهمت الفيديو. يعني خليني اقول لك تاني. بص يا حبيبي، لما تيجي تبدأ تفاوض، اولا بتحدد البوزيشن بتاعك، انت واقف فين وانت عايز ايه، والطرف التاني نفس الحكايه. وبعدين بتبدا تقول لنفسك انا هبدا منين في التفاوض علشان اوصل للنقطه المشتركه دي بين الاتنين. فانت دلوقتي عندك في مكان الف ومكان ب، والتاني نفس الكلام. الاتنين ممكن يتقاطعوا في منطقه اسمها زوبه، ما علينا عشان انت بتزعل من الانجليزي، خلاص سيبك من منطقه اسمها المنطقه المشتركه في التفاوض. جميل، اللي ممكن يحصل فيها الوين وين سيتويشن ده. النصيحه اللي كانت بتتقال ايه يا معلم؟ النصيحه اللي بتتقال، انا دلوقتي هبدا كلامي في التفاوض برقم. ما ينفعش وانا بقول الرقم ده اقول معاه ايه، انا اعمل لك السعر 10000 جنيه وهتفاوض كمان شويه وهنزل لك كمان شويه وهعمل لك سبيشال. ما ينفعش، انت لازم توضح البوزيشن بتاعك وبس. طيب امتى بقى ابدا اتنازل زي ما انت بتقول وعملت؟ لا ما ينفعش التنازل، وناس فهمت الفيديو غلط. هو ازاي ما فيش تنازل يا عم؟ في تنازل، ده انا قايل في الفيديو بالنص لازم نتنازل. بس امتى بنتنازل؟ انت بتتنازل لما الطرف الثاني يبقى واضح بالنسبه لي البوزيشن بتاعه. فهمت يا حبيبي؟ يعني انا دلوقتي قلت 10000، قال لي لا انا عايزها ب5، اقول له طب تعالى نشوف منطقه مشتركه او منطقه وسط. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، مخك الضيق بتاع ان التفاوض ده واحد واقف بيبيع ويشتري، ده تضييق مخ. هي مش كده. انا بكلمك على شركه بتتفاوض مع شركه، ففي نقطه واثنين وثلاثه وخمسه بيتخانقوا فيهم او بيتفاوضوا فيهم علشان يوصلوا لمنطقه فيها تكامل للطرفين. انا بس بديك مثال ال 10000 وال 5000 علشان ابسط لك الفكره علشان تفهم، لكن القصه اكبر من كده. تعالى بقى ابسطها لك بشكل عملي. جميل، انت دلوقتي راجل بتبيع سيستم ابلكيشن، بتبيع برنامج حلو، بتبيعه لمين؟ بتبيعه لشركه. انت راجل بتشتغل فريلانسر وعندك مثلا حاجه بتعملها وعايز تقول لشركه ان انت تبقى سيرفيس بروفايدر ليها او تعمل لها الشغل ده. يعني انت دلوقتي عندك منظومه، وما ينفعش تقول للي قدامك سعر وبس، لازم سعر وطريقه دفع وحجم الشغل قد ايه. فلو انا مثلا يعني قلت له انا بعمل الشغل ده سي ب $50، اوكي، بعمل اللوجو ده ب$50. جميل، انا في دماغي ان المنطقه المشتركه اللي نوصل فيها تكون $35، بس $35 على كميه بقى، على شغل 3 شهور مع بعض. اذا بقى عندك بدل النقطه 2 اسمها انا عايز من اللي قدامي فلوس كام مقابل عدد قد ايه او حجم شغل قد ايه. طيب ينفع بقى تقول انا بعمل الشغل ده ب$50 وهتنزل لك عن $15 مقابل الشغل ده؟ ما ينفعش. عارف ليه ما ينفعش؟ اقول لك ليه. لانك لو قلت كده لسه الطرف الثاني ما قدمش اصلا البوزيشن بتاعه، وبالتالي احتمال كبير يعترض على كلامك الاولاني اللي هو اخرك، انت جبت اخرك في الموضوع. فيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك مش عاجبني، انا عايز طريقه سداد افضل، انا عايز مثلا نفس السعر ده على كميه قليله او على حجم شغل او على مره واحده، او عايز. انت فهمت اللعبه بتمشي ازاي؟ على فكره التفاوض واحده من اسوأ انواع السكيلز لو استخدمت غلط. مش حلوه خالص، بس احنا مجبرين عليها. ليه؟ لان في اطراف كل واحد ليه هدف مختلف عن التاني وعايزين نوصل لمنطقه مشتركه، فلازم نتفاوض. 2 مختلفين في الوضع يا جماعه، شركه بتبيع لشركه، شركه هتتنازل عن حاجه لشركه، فيبدا الموضوع فيه تفاوض. انصحكم تتفرجوا على سوتس بالعربي، في كميه كبيره من النيجوشيشن. انصحكم تتفرجوا على شارك تانك من اقوى البرامج اللي فيها نيجوشيشن. واحد بيرمي اوفر فالتاني بيقول للاوفر قدامه معلش انا اسف، واحد بيرمي عرض فالتاني بيقول العرض اللي قدامه، فيبدا ده يقبله او يرفضه او يقدم تنازلات. النصيحه اللي كانت بتقول في الفيديو كان بتقول جمله واحده بس، حطها برواز. اول كلمه هتقولها في التفاوض ما تنفعش ان هي تكون كلمه زي التنازل، تبقى كلمه وبس. اللي قدامك يقول كلمته هو كمان، بعدها ابدا اقدم التنازلات واحده واحده علشان اوصل للمنطقه المشتركه اللي تبقى وين لينا احنا الاثنين نطلع كسبانين منها. قد اتغاضى عن الكميه او حجم البيزنس الكبير مقابل ان انا اطلع بالمينيمم اللي هو السعر $50. مش عايز شغل كبير، هتنازل عن الحته دي.
بس انا عندي نقطه عايز اوصل لها ومش هينفع انزل عنها. لو بدات بالنقطه اللي انت مش عايز تنزل عنها دي هتخسر التفاوض. نصيحه، طول ما انت شغال في السيلز وسع مخك. السيلز والماركتنج مش محتاجين تضييق. الشكل بتاع واحد بيبيع واحد بيشتري بكام ده ما ينفعش. انت راجل بتشتغل في السيلز، تقدر تبيع عربيه، تقدر تبيع في الريل استيت، تقدر تبيع في الادويه، تقدر تبيع اي منتج في الدنيا. طالما اتعلمت تفاوض او اتعلمت سيلينج سكيلز لازم تعمل. اشوفكم دايما على خير، والفيديو اللي جاي هقول لك بقى عن فن التنازلات، ازاي تتنازل، لان التنازل ده ما بيحصلش كده وخلاص. في حاجه اسمها فن التنازل في التفاوض، نتكلم عنه بعدين، واشوفكم دايما على خير.